هو طبعا اكيد انثى الانسان مش كده. في الفيديو بتاع دكتور مصطفى محمود الله يرحمه، اللي هو بيقول ان انثى العقرب بتاكل جوزها بعد التزاوج، وانثى العنكبوت نفس الكلام، الارمله السوداء بتاكله بعد التزاوج وكده. الرجاله بقى كتير جدا كاتبين شوفوا الراجل غلبان ازاي، شوفوا الست مفتريه ازاي. على العكس، يعني انا عايزه اقول يعني الستات البشر بقى لو كانوا كده فعلا ما كانوش الرجاله عرفوا يفتروا عليهم. وكاتبين لي في الكومنتات تجرجر جوزها على محكمه الاسره. طب الرجاله اللي بيقولوا ان الستات مفتريه مثلا بتوديه محاكم او كده، مفيش حد فيكم سأل نفسه هي الست عملت معاك كده ليه؟ هل انت كرجل قمت بدورك صح معاها؟ هو مفيش ست هتخرج عن السياق بتاعها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليها رفقا بالقوارير، ووصى استوصوا بالنساء خيرا. مفيش ست هتخرج عن السياق بتاعها الا لما انت تكون وصلتها لكده. رمانة الميزان في اي علاقة هي على فكرة الرجل، بدليل ان ربنا عز وجل جعل القوامة في ايد الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم. فانت كرجل قمت بالقوامة بتاعتك صح. القوامة مش قوة، يعني مش ان انت تفتري عليها او تستقوى عليها. القوامة دي مش تفضيل، دي مسؤولية. هل انت قمت بمسؤوليتك صح تجاهها؟ وبعد كده حاسبها. يعني ارجو ان كل واحد او كل راجل يراجع نفسه قبل ما يصدر احكام على الستات، او ان يطلع في الستات العبر. يشوف نفسه الاول، شوف انت بتنفق عليها كويس، بتعملها بما يرضي الله فعلا. هل بتحترمها وبتحترم رأيها؟ هل انت عامل اللي عليك صح؟ عشان بعد كده لو انت عملت اللي عليك صح وهي خرجت عن السياق ساعتها يبقى في مشكلة. لكن انت شوف انت مقصر في ايه قبل ما تصدر احكام عليها ان هي مثلا تكون مفترية، او انها تكون مش قايمة بواجبها. فرمانة الميزان في العلاقات بتكون في ايد الراجل. الراجل لو عامل الميزان صح وظابط الميزان صح، العلاقة هتمشي كويس جدا. اختل الميزان من عند الراجل، غالبا العلاقة هتبوظ.